السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده باذن الله هعمل معاكم المسقعة بطريقة المطاعم. طريقة حلوة جدا لذيذة جدا جدا. نقدر نقول كده طريقة خطيرة، حاجة كده بقى 2 في 1. اولا طبعا ان هي طعمها لذيذ جدا مميز جدا جدا، لدرجة ان انا عايزة اقول لكم ان انا معتمداها لحد دلوقتي بقالي سنتين. تاني حاجة طبعا انها بتوفر جدا في الزيت. طبعا نشوف الطريقة، بس تشوفوا لايك حلو زيكم كمان الاشتراك. اول حاجة معايا كده 1.4 كيلو من البتنجان. هبدأ ان انا اقشره بالشكل ده، وبعد كده هقطعه مكعبات، يعني كل واحدة بقسمها لنصين، وبعد كده باخد النص الاولاني اقسمه ل3 كده، وبعد كده اقطعه مكعبات. طب هنا كنت خلصت بقى الكمية كلها، هبدأ بقى احطها كده في مصفى عندي، وهحط عليها يعني هحط عليها كده معلقة صغيرة من الملح، وكمان هعصر عليها ليمونتين كبار. بعد كده هقلب البتنجان عندي بقى التقليبة اللي كنا متعودين عليها، عشان طبعا الليمون والملح طبعا يغلفوا لي البتنجان، وهسيبه على جنب لمدة ربع ساعة. تمام. طب تعالوا بقى كده في الربع ساعة دي بقى نحضر بقية المكونات. انا معايا هنا فلفل اخضر رومي، معايا كمان كان عندي بواقي يعني فلفل الوان، وكمان قرنين من الفلفل الحامي. بالنسبة للفلفل عامة يعني ممكن تستخدمي ربع كيلو من الفلفل مع كمية البتنجان اللي هنعملها النهاردة. هبدأ بقى اقطعهم مكعبات كبيرة بالشكل ده، وكمان معايا ربع كيلو من الطماطم هبدأ برضو اقطعها مكعبات. بعد ما قطعت كده الطماطم هبدأ ان انا ارش عليها كده نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كويس وهسيبها على جنب. هنا طبعا ان انا يعني اقلب الملح مع الطماطم واسيبهم على الجنب، هم ليهم فايدة حلوة جدا هقولها لكم كمان شوية. طب بعد كده احضر عندي كوبايه من الزيت، زي ما قلت لكم انا كل اللي هحتاجه نص كوبايه من الزيت بس، كده تقديريا يعني في البدايه كده حطيت يعني كوبايه من الزيت. بس هوريكم ان البتنجان والفلفل اللي معايا هياخدوا بس نص كوبايه من الزيت، وده هوريهولكم خطوه خطوه. تمام. هنا كان البتنجان خلاص اهو اتحمر معايا، هبدا بقى كده اطلعه في المصفى، وبعد كده هبدا انزل طبعا بالكميه اللي بعدها. عايزه اقول لكم ان احسن طريقه للبتنجان ان انا في البدايه كده بعلي عليه النار، واول ما ياخد لون ذهبي بقى اللي هو الفاتح ده، ببدا ان انا اخلي النار متوسطه لحد بقى ما ياخد اللون اللي احنا متعودين عليه ده. طبعا كده بضمن ان البتنجان يكون واخد لون حلو، وفي نفس الوقت تكون البتنجانه مستويه من جوه. انما لو فضلت معليه النار بيبدا ان البتنجان ياخد لون، بس ما بكونش ضامنه ان هو استوى من جوه. طب دول كان هم اخر بقى بتنجان عندي، او اخر كميه من البتنجان. عايزه اقول لكم بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا لسه فيه زيت، يعني بصوا مش البتنجان ما شربش الزيت كله، لا لسه فيه كميه زيت حلوه جدا. تمام. هبدا انزل بقى كده بالفلفل، طبعا لما بنزل بالفلفل بوطي النار، وبعد كده بنزل بيه الفلفل. طب بالنسبه للفلفل انا يا دوبك بس تقليبتين 3 كده، مجرد بس ان هو ياخد لون بسيط قوي ويدبل عندي حاجه بسيطه جدا، وبعد كده ببدا ان انا اطلعه في المصفى. طبعا لو حابه طبعا تسيبيه يدبل عن كده طبعا براحتك، بس انا بحب يكون الفلفل يكون فيه قرشه شويه كده. طب بصوا هنا بقى، تعالوا بقى اوريكم كميه الزيت دي قد ايه.
تعالوا هنا برضو اهو في نفس الكوبايه، بصوا كوبايه الا ربع من الزيت، يعني كل اللي نقص من الزيت هي ربع كوبايه بس. قلينا فيها كيلو وربع من البتنجان، وكمان حوالي كده يعني نقدر نقول كده 150 جرام من الفلفل. فبصوا بقى ايه ده، ايه توفير التوفير. كمان هستخدم نفس الزيت، هنزل بيه 3 معالق بس من الزيت في الحله عندي، واحط معلقه كبيره من الثوم. نقلب بس كده الثوم لحد ما ياخد بقى لون كده ذهبي فاتح. وبعد كده هبدأ أنزل بمعلقتين من الخل، معلقتين كبار. أقلب بس كده، وبعد كده هبدأ أنزل بقى كده بالطماطم واللي قلبتها مع الملح. ولكم بقى أن تتخيلوا الريحة الحلوة التحفة اللي كانت طالعة، بجد كانت ريحتها حلوة جدا جدا. طب بالنسبة للملح اللي أنا حطيته مع الطماطم ليه، أو يعني أنا كده قلبت الطماطم مع الملح وسبتهم لمدة 10 دقايق قبل ما استخدمها، ده عشان لما أجي أقلب الطماطم وبعد كده أهرسها تتهرس معايا بكل سهولة، بصوا، أو تطرى معايا بكل سهولة. يعني يا دوبك هما تقلبتين 3 وبلاقي الطماطم طريت معايا بالشكل ده. ما بحتاجش إن أنا أسيبها مثلا ربع ساعة أو تلت ساعة لحد ما تدبل معايا، لأ، هي يا دوبك تقلبتين 3 كده ونهرسها بالمعلقة هتلاقوها طريت معاكوا بكل سهولة. بعد كده بنزل طبعا بالبتنجان والفلفل، وهقلب برضو تقلبتين 3 كده، مش هطول عن كده. وبعد كده بقفل النار زي ما انتوا شايفين اهو. كمان البتنجان محتفظ بقوامه، يعني مش بيتهري، لا هو محتفظ بقوامه، ده طبعا بفضل الليمون اللي حاطينه. وبرضو الليمون عايزه اقول لكم ان الليمون برضو هو اللي بيساعد برضو ان البتنجان ما يشربش زيت كتير. طب تعالوا بقى كده نقدم المسقعه، واقول لكم بقى رايي بكل صراحه. في هنا بس حاجة كنت عايزة اقولها لكم، ان بالنسبة انا طبعا حطيت معلقة صغيرة من الملح، وكمان لو حابة تقدري تحطي نص معلقة صغيرة من الكمون. عايزة اقول لكم طبعا ان بالنسبة لطعمها لذيذ جدا، زي ما قلت لكم 2 في 1، لذيذة وموفرة جدا جدا. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله.